وليتي حالتك حاله، لا وجهك بقى ولا يدك ولا رجلك كحالو ولاو حالتهم حاله، وما بقى فيهم ما يعجب بهاد الحراره هادي او مع التبحيره. ايوا اليوم اختي غادي نبرعك وغادي نرجع لك يديداتك كيف الصوره كيف ما كتشوفي انت، كتشوفي قبل وكتشوفي بعد، وغادي يرجعوا لك يديداتك تيشعلوا شعيل وتيلمعوا لميع بالبياض. بقاي معايا مع الوصفه، ما تنسينيش من اللايكات باش تستافدي ويستافد غيرك. كيف ما شفتوا هنايا اول حاجه غادي نبداو بها هو غنبداو بهذه الوصفه هذه اللي غنحتاجوا فيها البيكربونات. انا هنا كنوريكم هذه البيكربونات هذه اللي كاين هذا النوع وكاين نوع اللي الباكيه ديالها او العلبه ديالها خضراء. انا هذه عجبتني على الاخرى لانه يعني الاخرى شويه حرشه وشويه على الجلد، هذه رطبه بزاف. وهنا غادي نستعملوا حتى الحامض اللي هو الليمون او القارص بالجزائريه. صافي هنايا كناخذوا واحد الكميه، يعني ما كنستعملوهاش كامله، كناخذوا واحد الكميه في الصحن وكنقسموا الحامضه ديالنا او الليمونه ديالنا النصفين وكنغطسوا فيها، يعني كنغطسوها في هذاك البيكربونات وكنوليو نمرروها او نحكوا بها او نفركوا بها المنطقه اللي عندنا فيها السواد او الاسمرار ديال الشمس. يعني هنا كنقول لكم هذا الشيء، ولكن راه ماشي هي عصا سحريه من النوبه الاولى غادي يعني تحيد لكم الاسمرار. راه اي حاجه طبيعيه او وصفات طبيعيه تيبغيو المداومه. كل ما داومتي على الحاجه على الاقل واحد الاسبوع كتشوفي نتيجه مبهره. يعني راه ماشي شي حاجه اللي مواد كيماويه اللي غنديروها اليوم وغدا الصباح ما غتبقى حتى شي حاجه. دائما الاستمراريه في الاشياء اللي كتكون طبيعيه باش كتعطيك واحد النتيجه دائمه وكتبقى معاك. يعني ماشي مثلا كنديروا شي ماده كيماويه ومع يعني غير كنحيدوها كترجع الحاجه كما كانت، لا. صافي هنا كيف ما شفتوا كنبقى نمرر على هذا الشكل هذا واحد الربع ساعه تقريبا، يعني واحد 15 دقيقه، وحنا غاديين على هذا الشكل هكايا. راه اي طراس اي حاجه ديال الشمس راه ما كتبقاش نهائيا مع استمراريه. شوفوا غير يدي كيفاش كانت في الاول، ومع الحكان يعني ديال الحامض او البيكربونات راه كترجع واحد فيها واحد البياض. غير داوموا، شوفوا غير داوموا وغادي يعجبكم الحال. واي حاجه فيها المداومه كتعطي اكيد نتيجه غزاله. صافي كيف ما شفتوا هنايا غادي نمروا الوصفه ديالنا الثانيه اللي حتى هي غزاله 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 بهذا المعنى. وانتم راكم عارفيني ما كنجيبش لكم الاشياء اللي ماشي صحيه او الاشياء اللي ماشي طبيعيه او الاشياء اللي ما تعطيناش نتيجه. هنا كناخذوا واحد فرماجه يعني ديال عاديه، اي نوع، ماشي ضروري هذا النوع هذا، اي نوع عندكم متوفر. صافي في هذه الاثناء هذه كنجيبوا ماء الورد اللي دائما كنأكد عليكم انه يكون طبيعي، لانه البشره الجسم اليدين وبالاخص البشره ما معهاش اللعب نديروا شي حاجه اللي ما تكونش طبيعيه. زائد اننا دائما نستعملوا ملعقه خشبيه في التحراك ديالنا او فاش نبغيو نخلطوا الوصفه ديالنا. صافي كيف ما شفتوا هنا تقريبا ضفت واحد نصف ملعقه صغيره، وغادي نحرك هذا الفرماج هذا مع ماء الورد، وغادي نضيف هنايا النسكافيه او قهوه سريعه الذوبان اللي ما نقولش لكم. راه عرفتوا البنات القوه ديالها في ازاله التصبغات وكذلك في التبييض. يعني راه فاش تخلطوا هاد العناصر هذا مع بعضها راه فاش كيتجانسوا راه ما نقولش لكم القوه ديالهم. يعني راح تجربوا بنفسكم عاد تحكموا نتوما بنفسكم. واللي مجرب هاد الطريقه هذه راه غادي يعرف، وخليوها لي في التعليق اللي مجرب هاد الوصفه هذه. انه الوصفه هذه راه غنيه على التعريف، ما كاينش اللي ما كيعرفهاش وما كاينش اللي ما تيديرهاش. صافي في هاد الاثناء هذه غادي نضيف صفار بيضه في هاد الخلطه هذه او في هاد الوصفه هذه اللي حتى هي راكم عارفين الصفار البيضاء شحال مهم 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 جدا للبشره. وغنبقى نمزج العناصر مع بعضها ونحركها. وهنا في الاخير غادي نضيف ملعقه ديال الروز باودر، يعني بودره. انا الروز كنطحنو وكنخليه في قنينه ديال الزاج وكنحتفظ به يعني مده سنه ونص تيبقى عندي، ما كتوقع لي حتى شي حاجه في قنينه ديال الزاج.
صافي. وفي الاخير وضعت ملعقه ديال نشا الذره. كيف ما شفتوا نشا الذره راه مهمه في الوصفات حتى هي، لانه كتعطينا واحد التبييض رائع للبشره وترطيب، يعني كتعطينا ترطيب وتبييض في نفس الوقت. صافي كنحركوا العناصر مع بعضها كيف ما كتشوفوا كيتجانسوا كيوليو عاقدين، يعني ما تيبقاوش يعني ما كيبقاوش الوصفه ما كتبقاش سائله، كتولي عاقده. يعني فاش غادي نوضعها على البشره ديالي كتنشف وحتى كتنشف الراسه، حتى كتقصح الراسه. صافي في هذه الاثناء هذه كيف ما كنقول لكم دائما الملعقه خشبيه هي باش نحركوا، ما نديروش ملعقه ديال الحديد او ملعقه من ديال البلاستيك، لانه تيتجانسوا مع العناصر وتيتاكسدوا او تيعطيو شي حاجه اللي ماشي صحيه. صافي كيف ما شفتوا هنايا كنجيبوا الخلطه ديالنا كنوضعوها في المكان اللي حنا عندنا فيه الاسمرار، وكنخليوها حتى تتنشف على خاطرها. ايوا من بعد منها كنجيو للديدات ديالنا ونبداو نفركو ونحكو مزيان. الا كنتي دايره هاد الوصفه هذه في وجهك غير بالتأني، بشويه حكي البشره ديالك، لانه البشره راه ماشي هما اليدين وماشي هما الرجلين. صافي وكنبقاو نحكو، راه كتشوفوا نتيجه رائعه من اول استعمال. ولا بغيتي هاد النتيجه تستمر معاك، هي استمري في الخلطه واستمري في الوصفه على الاقل واحد الاسبوع، او مثلا كان عندك اسمرار بزاف ديريها حتى 4 المرات في الاسبوع، راه ما غدير لك حتى شي حاجه وما غتضرك نهائيا، بالعكس راها صحيه وما فيهاش مواد حافظه وما فيهاش مواد اللي مسرطنه او مواد اللي كيماويه اللي نخافوا منها. صافي كيف ما كتشوفوا كنبقاو نحكوا هكا اليدات ديالنا حتى كنحصلوا على النتيجه اللي كنبغيو. نتمنى خوتي انه الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. انتم شوفوا ليا ما شاء الله اليدات كيفاش كيرجعوا كيحمقوا، ومع الاستمراريه راه اكيد ما غتبقى حتى شي حاجه. انا هاد النتيجه هذه راه من بعد واحد 4 حتى 5 ديال الاستعمالات باش عطاتني هاد النتيجه، يعني راه ماشي اول مره وعطاتني نتيجه. يعني باش تكونوا يعني على علم، يعني فاش فاش كتستمروا راه ما كتبقاش كاع داك الاسمرار. ونتمنى انه هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من اللايكات، تهلاو لي فراسكم. الى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.